السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السيدة عائشة تحكي لنا موقف حصل بينها وبين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تقول السيدة عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما مستبشرا. شافت سيدنا النبي كده صلى الله عليه وسلم وشه منور كده وفي بهجة، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيظهر على وجهه الشريف كل شيء. لما يكون غضبان يبان عليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولما يكون مستبشر يبان على وجهه كأنه القمر ليلة البدر. تقول السيدة عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما مستبشرا فقلت: ادعو الله لي يا رسول الله. فقالت له: ادعي لي، ويعني البشرى على وجهه كده، ادعي لي يا رسول الله. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يده إلى السماء وقال: اللهم اغفر لعائشة ذنبها ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فالسيدة عائشة تبص لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتقول له: أهذه الدعوة خير؟ فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها: والله يا عائشة إنها دعوتي لأمتي في كل صلاة أصليها. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحبنا وبيدعي لنا وهو ما شفناش. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحبك ويدعي لك في كل صلاة صلى الله عليه وسلم. محبة النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما احنا نحبه، هو صلى الله عليه وسلم كان بيحبنا وبيدعي لنا زي ما تحكي لنا السيدة عائشة، وفي أحاديث كتيرة هنتكلم عليها النهاردة، ولكن بعد الفاصل استنونا. وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البراء يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل.
بسم الله مكملين ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وبنتكلم عن محبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. احنا ليه بنحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ احنا بنحب النبي لأن الله يحبه، وربنا سبحانه وتعالى صلى عليه قبل ما احنا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. احنا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام علشان بس الصلاة عليه بترفعني في الدنيا وفي الآخرة صلى الله عليه وسلم. احنا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام علشان هو كان بيحبنا وبيدعي لنا صلى الله عليه وسلم. احنا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام علشان هو صلى الله عليه وسلم كان نفسه يشوفنا عليه الصلاة والسلام. والنهاردة يعني هحكي لحضرتك كده كم حديث بس يخلوك تحب النبي عليه الصلاة والسلام من غير ما تعرف أي حاجة تاني، يعني يخلوك كده بس تحب النبي من غير ما تفكر في أي شيء صلى الله عليه وسلم. وقلنا قبل الفاصل الحديث اللي السيدة عائشة رضي الله عنها بتحكي لنا عليه، وتقول سيدنا النبي إنها طلبت، بس تقول السيدة عائشة إنها طلبت من سيدنا النبي يدعي لها صلى الله عليه وسلم، ويرفع النبي عليه الصلاة والسلام يده ويقول اللهم اغفر لعائشة ذنبها ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، وتفرح السيدة عائشة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها والله يا عائشة إنها دعوتي لأمتي في كل صلاة أصليها. حديث ثاني، واحد من كبار الصحابة اسمه عبد الرحمن بن عقيل يقول لنا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا الحصير قد أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، كان ينام على الحصيرة وتعلم في جنبه وتعلم في جسمه. فيسأله الصحابي الجليل ويقول له يا رسول الله أما تدعو الله عز وجل أن يعطيك مثل ملك سليمان؟ أنت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى، بس انت اسأل ربنا سبحانه وتعالى. فالصحابي يقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أما تدعو الله أن يعطيك مثل ملك سليمان؟ انت قادر يا سيدنا النبي انك تسأل ربنا يديك ويعطيك اللي انت عايزه. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا إن لصاحبكم لشرفا، أو إن لصاحبكم لمكانة، له مكانة كبيرة عند ربنا، ولكن المكانة الكبيرة اللي موجودة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عند الله ادخرها سيدنا النبي للأمة حبا فينا وحبا في شفاعته لينا صلى الله عليه وسلم. نبي دعوة زي سيدنا سليمان كده قال ايه رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سيدنا سليمان سأل ربنا انه يكون له ملك ما يكونش لحد من بعده، فأعطاه الله عز وجل هذا الملك. وسيدنا نوح لما دعا بها على قومه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فربنا سبحانه وتعالى أغرق له الكوكب، كوكب الأرض كله استجابة لدعوته. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يدخر الدعوة دي ليوم القيامة، الناس كلها تيجي يوم القيامة ويذهبوا في هذا الموقف المهيب لكل نبي شوية، واحنا عارفين مقام الأنبياء عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فيروحوا مثلا لواحد زي سيدنا نوح يا نبي الله ادعوا الله لنا، فيقول لهم هذا ليس مقامي، نفسي 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 نفسي، كل نبي يقول نفسي نفسي. ويذهب الناس لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى رب العالمين تحت العرش ويخر ساجدا صلى الله عليه وسلم، ويفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه من قبل، ويسأل الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيرفع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رأسه ويقول يا رب أمتي أمتي. وتكون دي دعوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي ما دعاهاش لنفسه ولا في الدنيا ولا دعاها لنفسه في أي وقت. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يموت 6 من أبنائه، 6 من أبنائه، هو كان عنده 7 أبناء، يموت 6 ما عدا واحدة بس اللي هي السيدة فاطمة اللي لحقت به بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم. يتوفى أو يموت 6 من أبناء سيدنا النبي، كان ممكن سيدنا النبي يرفع إيده يا رب يا رب أولادي، يا رب احفظ لي أولادي، ما عملهاش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وادخر دعوته لأمته صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحاصر في شعب أبو طالب، يحاصر كم سنة؟ 3 سنين. كان ممكن يدعي ربنا ويرفع إيده ويقول يا رب يا رب ارفع عنا الحصار وارفع عنا الجوع وارفع عنا الابتلاء اللي احنا فيه، لكن لا، يدخر الدعوة دي سيدنا النبي عليه
عليه الصلاة والسلام لأمته يوم القيامة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق يحاصر من بره المدينة، ويكون جاي 10,000 من مكة، واليهود في المدينة يعني حصار شديد، اليهود في المدينة خانوه، وجايين من بره المدينة 10,000 بني آدم علشان يحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني زلزلوا زلزالا شديدا في هذا الموقف. ومع ذلك لا يدخر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة لأمته يوم القيامة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني عند انتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم يتألم ألم شديد من الحمى، كان ممكن يرفع إيده ويقول يا رب ارفع عني المرض وارفع عني الألم، لكن لا، يدخر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دعوته لأمته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. كان يقدر، وفي مواقف كتير حياته كلها كانت فيها ابتلاءات وفيها مواقف صعبة كتير صلى الله عليه وسلم. العام اللي انتقلت فيه وتوفيت السيدة خديجة وعمه أبو طالب كان عامل حزن بالنسبة له، كان ممكن يرفع إيده ويقول يا رب، لكن ادخر دعوته لأمته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. احنا ممكن بس من موقف واحد هنحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا نفتر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. هنكمل عن محبة سيدنا النبي، ولكن بعد الفاصل استنونا. بسم الله، مكملين ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وبنتكلم عن محبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قبل ما انت تحب النبي، النبي كان بيحبك وفكرك وبيدعي لك في كل صلاة، زي الحديث اللي قلناه قبل الفاصل. السيدة عائشة تقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا لي الله يا رسول الله، فسيدنا النبي يقول اللهم اغفر لعائشة ذنبها ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فالسيدة عائشة تقول له إن هذا الدعاء خير، فسيدنا النبي يقول لها والله يا عائشة إنها دعوتي لأمتي في كل صلاة أصليها. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعي لك في كل صلاة، كان فاكرك وعارفك وبيدعي لك في كل صلاة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة الناس هتقوم كلها من القبور تهرول وتجري من هول الموقف على كل نبي شوية، نقول له ادعي لنا، طب اشفع لنا عند ربنا سبحانه وتعالى، وكل نبي يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. كل نبي يقول كده لحد ما نروح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيجري ويسجد تحت العرش صلى الله عليه وسلم، ويفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتح عليه من قبل، ويدعي ربنا سبحانه وتعالى، وربنا عز وجل ينادي عليه يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأول ما يسمع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كده يرفع رأسه ويقول يا رب أمتي أمتي، وتكون هي دي دعوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي يكون شايلها في الآخرة. كل نبي ادخر أو خد دعوته في الدنيا خلاص، زي سيدنا سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وخد الدعوة بتاعته. سيدنا نوح دعا بها على قومه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يدخر الدعوة بتاعته للأمة بالشفاعة يوم القيامة. سيدنا النبي كان بيحبك وفكرك وبيدعي لك صلى الله عليه وسلم، وبيقول عنك إنك أخوه. سيدنا النبي يكون قاعد مع الصحابة ويقول لهم كده يا ليتنا رأينا إخواننا، يا ليتنا نرى إخواننا. فالصحابة يقولوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
نحن إخوانك يا رسول الله، إحنا إخواتك. مين إخواتك اللي أنت عايز تشوفهم؟ يا ليتنا رأينا إخواننا. فيقولوا له نحن إخوانك يا رسول الله. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم لا، أنتم أصحابي، إخواني هم قوم آمنوا بي ولم يروني. سيدنا النبي كان نفسه يشوفك قبل ما احنا نحب سيدنا النبي ونفسنا نشوفه بس في المنام. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو كمان نفسه يشوفنا ويعرفنا، وهيعرفنا يوم القيامة بكثرة صلاتنا عليه. إن أولى الناس بي، وإن هو صلى الله عليه وسلم اللي يعلمنا كده، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. شوف بقى أنت عايز تقرب من النبي قد إيه، وكل ما تكتر من الصلاة على النبي أكتر، كل ما تقرب منه صلى الله عليه وسلم أكتر وأكتر. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في مرة يكون قاعد مع الصحابة ويقرأ كده قول الأنبياء عن أقوامهم. يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويتلو قول الله عز وجل عن سيدنا إبراهيم: يا رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يتكلم سيدنا إبراهيم عن أمته وعن الأصنام. ثم يتلو قول سيدنا عيسى عليه السلام وهو بيدعي على قومه أو بيدعي لقومه: رب إن تعذبهم أو إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيبكي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بكاء شديدا ويرفع يده إلى السماء ويبدأ يدعي. فربنا سبحانه وتعالى يأمر سيدنا جبريل إنه ينزل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهنكمل الحديث المهم ده ولكن بعد الفاصل، استنونا. من مكة حبيبي نوره سطع المدينة، صلى صلاته حلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. محمد نبينا بنوره هدينا، من مكة حبيبي نوره سطع سند للمسلمين، يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام. طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي وراه. بسم الله، مكملين ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وبنتكلم عن محبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان بيحبك والنبي كان بيدعي لك ونفسه يشوفك. أحاديث حكتها لنا السيدة عائشة وحكوها لنا كبار الصحابة، دعوة سيدنا النبي لنا في كل صلاة صلى الله عليه وسلم، والدعوة اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يدخرها يوم القيامة علشان يدعي للأمة بدل ما يدعي لنفسه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحاصر في الدنيا ما بين خيانة اليهود في المدينة وما بين أهل مكة اللي عايزين يقتلوه، اللي عايزين يغزوه، اللي عايزين يعني يعملوا إبادة للمؤمنين، ومع ذلك سيدنا النبي يدخر الدعوة بتاعته ليوم القيامة يشفع بها للأمة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يكون قاعد مع الصحابة ويتلو قول الله سبحانه وتعالى: سيدنا عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يبكي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بكاء شديدا. رب العزة سبحانه وتعالى اللي كان بيحب النبي عليه الصلاة والسلام ويرضيه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول لسيدنا جبريل: اذهب إلى محمد فسله ما يبكيه، وهو أعلم سبحانه وتعالى بما يبكي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ينزل سيدنا جبريل ويسأله فيخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما يبكيه، فيذهب سيدنا جبريل عليه السلام إلى رب العزة سبحانه وتعالى تبارك سبحانه وتعالى.
ويقول له صلى الله عليه وسلم إنه كان بيبكي علشان كذا وكذا، فيذهب سيدنا جبريل ويحكي لرب العزة سبحانه وتعالى ويقول لرب العزة سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يأمر سيدنا جبريل أن ينزل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. سيدنا النبي لما يبكي ويقول يا رب أمتي أمتي، وينزل سيدنا جبريل ويسأله ما يبكيك، فيخبره صلى الله عليه وسلم، ورب العزة سبحانه وتعالى يطمن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم بما يبكي النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى ينزل سيدنا جبريل علشان بس شرف ومكانة النبي. عارف كده حضرتك لما يكون ابنك غالي عليك وانت شايفه بيعيط وبيبكي من حاجة، وانت عارف هو بيبكي من ايه، لكن تروح كده تطيب خاطره وتقول له انت بتعيط ليه؟ ايه الحاجه اللي بتبكيك؟ انت عارف ان هو مثلا بيعيط عايز الحاجه دي، لكن سؤالك بس تطيب لخاطره وفيها احساس كده ان انا حاسس بيك وان انا بسالك انت مهم عندي، انت ليك قدر كبير عندي. الله سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعلم ما يبكي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك يرسل له سيدنا جبريل ما يبكيك. فسيدنا جبريل يروح لسيدنا النبي ويساله، ويصعد سيدنا جبريل الى رب العزه ويعني امتي امتي، وتيجي بقى البشرى من الله سبحانه وتعالى، الحديث اللي فيه البشرى الكبيرة: يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ما تزعلش، هنرضيك، هتترضى في أمتك. سيدنا النبي لما يسمع بس أو يتلو قول الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا عيسى وهو بيقول كده عن قومه، يبكي عليك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويدعي لك ويخاف عليك، وربنا يرضيه فيك. ربنا سبحانه وتعالى هيرضي سيدنا النبي فينا، ربنا سبحانه وتعالى هيرضي سيدنا النبي، مش هيعذبنا عشان خاطره صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي كان بيحبك وعايز يرضيك، وعايز ربنا سبحانه وتعالى يعني يعفو عنك ويغفر لك ويرحمك، وربنا سبحانه وتعالى هيراضي سيدنا النبي فينا. وهنكمل محبة سيدنا النبي ولكن بعد الفاصل، استنونا. بسم الله، مكملين ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وبنتكلم عن محبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل ما انت تحب النبي، النبي بيحبك والنبي بيدعي لك صلى الله عليه وسلم، وعاش حياته كلها نفسه يشوفك وخايف عليك وبيقول عليك أخوه. يعني الناس اللي كانت في عهد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي يكون قاعد مع الصحابة ويقول لهم يا ليتنا نرى إخواننا، فالصحابة يقولوا له يا رسول الله نحن إخوانك، فسيدنا النبي يقول لهم أنتم أصحابي، أما إخواني قوم آمنوا بي ولم يروني. سيدنا النبي كان نفسه يشوفك أكتر ما أنت نفسك تشوفه، كان بيدعي لك في كل صلاة، وكان سيدنا النبي خايف عليك ويدخر دعوته صلى الله عليه وسلم ليوم القيامة علشان يشفع لك بيها عند رب العالمين سبحانه وتعالى. سيدنا النبي كان بيحبك، وسيدنا النبي كان بيدعي لك ونفسه يشوفك ويدخر هذه الدعوة ليوم القيامة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بس تعرف مقامه صلى الله عليه وسلم هتحبه وتصلي عليه بنفسك. علشان كده ناس كتير بتسأل ايه الحاجات اللي تخليني احب النبي واكثر من الصلاة عليه. زي ما اتفقنا طول الوقت ان احنا عمالين نتكلم ان النبي كان بيحبك اصلا، فانت لما تعرف انه بيحبك انت هتحبه. سيدنا النبي كمان الحاجات اللي تساعدك انك تصلي على النبي كتير، تعرف مقامه وتقرا عن سيرته صلى الله عليه وسلم، وتقرا صلى الله عليه وسلم انه كان اصلا عايش مع ربنا طول الوقت. سيدنا النبي كان يقول للسيدة عائشة تنام عيني ولا ينام قلبي. سيدنا النبي كان عايش مع ربنا طول الوقت لدرجة ان عند انتقال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول بل الرفيق الأعلى، يستخدم اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، الرفق والعلو، علشان حتى يعلمنا ان الله هو الرفيق، الله هو اللي معاك وقت الموت. حتى يعني وقت الموت الناس كلها يقول لك انا خايف على اولادي وخايف على عيالي وخايف، انت معاك رفيق هيبقى حنين عليك، واعلى سبحانه وتعالى الاعلى رحمه والاعلى مغفره والاعلى عطاء والاعلى في كل شيء. فحتى سيدنا النبي وقت انتقاله صلى الله عليه وسلم يغير نظرتك انت عن الموت ويقول لك ما تخافش، ده انت رايح للاعلى وللرفيق اللي سبحانه وتعالى هيبقى رفيق عليك وحنين على اللي انت هتسيبهم وخايف عليهم. سيدنا النبي يعني صلى الله عليه وسلم
كان عايش مع ربنا ليل نهار حتى وقت نومه صلى الله عليه وسلم. فلما تقرأ عن النبي وتعرف سيرته هتحبه، ولسانك مش هيفتر ولا هيقلل أبدا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية اعرف ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يقول لنا عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ده منك سيدنا النبي، منك عليه الصلاة والسلام. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. خايف عليك منك وانت منه، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، صلى الله عليه وسلم. سلام عليكم.